الأزهار هادو نزينو بيهم التومية، نزينو بيهم العرايش، الكعيكات، المخبز، وحتى لي صابلي بريستيج. اليوم رايحة نشاركهم معكم بالتفصيل الممل، نوري لكم العجينة اللي تصلح لهاد الأزهار اللي ما تطيح لكمش، المواد اللي تستعملوهم وكيفاش تنشفوهم، الملونات، يعني كل حاجة بالتفصيل الممل. وحتى هذاك السائل الدوري هذاك اللي يجيوني بزاف أسئلة عليه، رايحة نشاركهم معكم كامل ان شاء الله. نصلوا ونسلموا على رسول الله ونبداو لا فيديو ديالنا. نبدا لكم لي بري ديالهم شحال تبيعهم. هكذا الاخوات اللي يحبوا يديروهم كمشروع مصغر راهو رايح يكون مشروع ناجح باذن الله. اول حاجه خياتي نبدا لكم بها هي عجينه السكر. لا بات السكر اللي جبتها لكم اليوم هي امل، كاين بزاف انواع وكاين بزاف انواع ثاني ناجحين، يعني جربتهم كامل. الفيديوهات القادمه ان شاء الله تشوفوهم معايا وتشوفوا ثانيك عجينه السكر اللي نخدمها في الدار ناجحه 200%. المهم البنات، قلت لكم عجينه السكر هذه اللي نخدم بها اليوم هي امان. دائما كي تروحوا تشروا عجينه السكر لازم تلقاي، يعني تقراي في هذاك لومبالاج ديالها تلقاي مكتوب جام باست. جام باست هذيك خاصه بالورود والازهار والليموتيف. اما هذيك اللي مكتوبه كوفرتور هذيك خاصه غير بالكيك، لاير كيك، كيك ديزاين، يعني ما تشريوهاش ما تستعملوهاش للورود، ما راهيش رايحه تنشف لكم. فوالا خياتي، هذه كأول خطوة. الخطوة الثانية نلونوا عجينة السكر ديالنا بهذه الطريقة. ندير الملون ديالي غبرة كما شفتوا معايا. نسخن العجينة ديالي مليح بالأيادي، يعني ندي ونجيب حتى يولي القوام ديالها مطاطي. كي تسخن هذاك الملون الغبرة هذاك راهو رايح يعني يذوب لكم في العجينة ديالكم ويمد لكم نتيجة مليحة. ثالث حاجة وشنو هي؟ نديرو التيلوز. التيلوز وشنو هو عبارة عن غبرة كما راكم تشوفوا، يجيوني بزاف اسئله عليه. هذا هو التيلوز البنات، غبره بيض كيما المايزينا. المقدار اللي ديروه في 250 غرام، يعني في هذيك العلبه تاع 250 غرام ديري ملعقه تاع ديسير في 250 غرام. انا لهنا درت كميه صغيره فقط كما راكم تشوفوا. وعجينه السكر ديالك جامي تحكمي كامل هذيك الكونتيتي وديري لها التيلوز، على خاطرش راهي رايحه تنشف ومن بعد ما تقدريش تخدمي بها، يعني دي كميه صغيره كيما درت انا كيما راكم تشوفوا. درت لها شويه تاع التيلوز وراني نخدم بها، على خاطرش كي ديروا لها التيلوز قلت لكم راهي رايحه تنشف لكم. تحلي عجينة السكر ديالك بهذه الطريقة بالحلال عادي. تقدري تستعملي النشاء، يعني ترشي شوية تاع النشاء ولا المايزينا يعني كما نقولوا باش عجينة السكر ديالك ما تلصقلكش في لو بلان دو طرافاي ديالك ولا في يديك. انا درت شوية تاع الزيت، يعني قطرها فقط وراني نخدم. يعني تقدروا ديروا كيما انا نبريفيري نخدم بالزيت خير من المايزينا. وشنو ما تكثروش البنات، ما تكثروش ردوا بالكم لانه الازهار ما راهيش رايحه تنشف لكم كي تكثروا لها الزيت. قلت لكم انا درت قطره فقط، سينو استغناو كامل على الزيت وخدموا بالمايزينا، يعني رشي كميه صغيره وتخدمي عادي ما كان حتى مشكل. لهنا الطوابع هذوما كاين من الصغير للكبير، انا استعملت المتوسط لاني رايحه نديرها فوق الحبه ديالي تاع الثوميه. كاين قلت لكم الصغار للكبار. فوالا البنات تكبروا كي تروحوا رايحين ديروا يعني تزينوا بها المخبز ديالكم ولا عينكم ميزانكم، يعني تخدمي الازهار ديالك على حساب الحلوى اللي راكي رايحه تزيني بها. كما راكم تشوفوا عندي هاد البونجا ديالي راهي مسوده كما راكم تشوفوا باسكو قديمه بالبزاف وراهي شابعه كما نقولوا، شربت لي كامل الزيت والمايزينا. فوالا البنات كما راكم تشوفوا لابول اللي راني نخدم بها هذه هي نخدموا بهذه الطريقه. لهنا البنات اذا كنتي خدمتي كونتيتي كبيره على هديه لازم تغطيها بالساشي ولا باش ما يقيسهاش الريح. لو كان يقيسها الهواء ما راكيش رايحه تقدري عفوا تخدمي بها. القوام المطاطي هذاك يروح لها، فهمتوني البنات، تولي لكم ناشفه كي تكوني تخدمي بها ما تقدريش تحلي هذا البيتيلات هذوما ولا ما على باليش اسمهم، هذا لي بلي هذوما تاع الزهره ديالك. وشنو كي يكونوا طريين تقدري تخدمي بها يعني مليح، ويعني تمدلك الطعم مليح في الخدمه. شوفوا كيفاش خدمنا البنات، جامي تروحي للمركز تاع الزهره ديالك ما تروحيش للمركز ديالها. لو كان ترقيها في المركز ديالها الزهره هذيك ما راهيش رايحه تشد، كي توقفيها يعني تولي تتكسر. نبعدو شويه، نحلو شويه هذوك البيتيلات ديالنا، يعني نبعدو للمركز، نحل شويه هذوك لي بلي هذوك تاع الورده ديالي.
اما الاطراف نرققهم عادي، في الاطراف تخدمي ترقي عفوا عادي الورده ديالك باش تجينا كما راكم تشوفوا، تجينا الورده ديالنا تجينا مشرشفه. شوفوا البنات، شوفوا كيفاش ولات. فوالا البنات، نحطوها في هذا البلاطو تاع البيض كما راكم تشوفوا، ونسقمها هكذايا. نسقم هذوك لي بلي هذوك نسقمهم مليح. شوفوا لهنا درت قطره تاع الزيت يا البنات، قطره ما نزيدش عليها. فوالا البنات كما راكم تشوفوا نخدموا بهذه الطريقه. شوفوا البنات، ما رحتش كامل يعني للوسط تاع الورده ديالي. هاي ليكم، شوفوا كي تكون الورده ديالكم يعني تكون طريه، ما تكونش ناشفه، ما يقيسهاش الهواء. شوفوا تجينا سهله الخدمه هكذا البنات. لو كان يقيسها الهواء راهي رايحه تنشف. سينو خدموا غير بشويه، خدموا كما نقولوا هكذا 5 وردات 6 وردات ما تفوتوش. انا يدي شويه خفيفه كما راكم تشوفوا البنات. نروح لهنا يعني للطرف كامل تاع الورده ديالي، نضغط عليها كما راكم تشوفوا. شوفوا البنات كيفاش ولات لي يعني الورده ديالي كيفاش كانت وكيفاش ولات. الان نجيب هذا الازهار، يعني كل ما تخدمي وحده جيبيها حطيها في البلاطو ديالك تاع البيض، ولازم تسقميها بهذه الطريقه. يعني ماشي تحطيها فقط، لازم تسقميها باش تدي يعني لا فورم شابه. فوالا خياتي، بهذه الطريقه كما راكم تشوفون نوقفها مليح هكذا باش تلصق في البلاطو ديالي هكا، وتدي لا فورم تاع البلاطو هكذا البنات، تجينا يعني مدوره من تحت وتجي واقفه. فوالا خياتي كما راكم تشوفوا. درك نقول لكم كيفاش نشفتهم، على خاطرش خدمتهم في الليل مع الصباح صبحوا ناشفين البنات. هاي ليكم قلب الورده. لهنا سمحوا لي يديا كانوا مسخين، كنت في الليل نخدم ما كانش عندي الوقت كامل. قلت لكم هاد لا كومونداتها كيما اليوم، غدوه من هذاك داتها مع الصباح. كما راكم تشوفوا يديا راهم كامل بهذا البرودوي اللي هو جولد، هذايا الغبره نخلطوا مع هذاك السولفون اللي وريته لكم، هذاك ليكيد يجي كيما الزيت. ندي شويه منا نخلطهم ونتحصل على هذاك ليكيد الدوري. هادو هما لي برودوي اللي نخدم بهم، وهذا هو المول. هاو ليكم هذا البنات، هذا اللي خدمت به قلب الورده. فوالا خياتي، والان نلصق كامل هذوك الورود. شوفوا لا فورم ديالها كيفاش جات، يعني ما شاء الله. كيفاش نشفتهم خياتي؟ شعلت الفوغ ديالي، سخنته مليح مليح مليح، وبعدها طفيت له، دخلت البلاطو ديالي تاع الازهار ولا تاع الورود، ويعني طفيت الفوغ ديالي بيان سور ما يكونش شاعل، وخليتهم يعني خليت هذاك البلاطو داخل الكوشه. غدوه من هذاك لقيتهم يعني ناشفين حجره، وزينت بهم الحلويات ديالي، وجات مولاتهم وداتهم وكانوا واجدين. السعر ديالهم البنات اللي حبوا يديروهم كمشروع مصغر في الدار، هادو ما يبيعوهم 2000 حتى 2500 للحبه، يعني مشروع ناجح. نتمنى ان شاء الله الفيديو تاع اليوم يكون فاعكم. تلاقى بكم الفيديو القادم ان شاء الله، والسلام عليكم.